تخيل انك ما بتنساش وكل حاجة حصلت معاك في حياتك سواء كبيرة او صغيرة فاكرها وبالتفصيل، لكن للأسف لو ده حصل حياتك هتتحول لجحيم. النسيان مش عيب في مخك، بالعكس ده واحد من اعظم المميزات في العقل البشري، لان مخك لو ما بتنساش كان هيبقى متخزن فيه كل موقف صغير، كل كلمة سمعتها، كل رقم شفته، وده كان هيخليك عاجز انك تاخد اي قرار او تركز في اي حاجة. النسيان هو اللي بيسمح لك انك تمسح التفاصيل اللي ملهاش لازمة وتخلي مساحة للافكار الجديدة تاخد قرارات صح في حياتك، وكمان بيحميك نفسيا من المواقف اللي ممكن تأثر على مشاعرك. يعني كان زماني لحد دلوقتي بعيط على حب الطفولة اللي اتجوزت. والعلماء بيقولوا ان النسيان مش مجرد فقدان للمعلومة، ده عملية منظمة بيعملها المخ بنفسه، واسمها تقريبا ساينابيتيك برونينج او سايناباتيك برونينج، المهم اسمها كده. بيتقص فيها الوصلات العصبيه اللي ملهاش لازمه، كانك بتعمل تنظيف دوري لعقلك. يعني باختصار النسيان مش ضعف، النسيان هو اللي بيخلي مخك يشتغل بكفاءه. قول لي لو تقدر تتحكم في ذكرياتك ايه هتنساه وايه اللي هتفضل فاكره؟ لايك واشتراك، استنوا الجديد علشان كله مفيد.